هل العقوق الوالدين تشوفها في الدنيا؟ أصلا ما يقول بعض السلف: لا نعرف ذنبا تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة إلا العقوق. ولذلك أنت تفكر أحيانا ترى قطع رزقك وذهاب بركة رزقك وعلاقتك مع زوجتك وتسلط الناس عليك وربما سمعتك أو فضيحتك وربما كل المشاكل في الغالب تمر عليك قد تكون سببها عقوق لوالديك. الله يخليك تشوف آثارها في الدنيا قبل الآخرة. انتبه، لا تتصور الموضوع سهل. ولذلك ليش الله ربط رضاه برضا الوالدين؟ الله رضا يا رجل يا أخي، تخيل دعوة الوالد فيك مستجابة وعليك مستجابة. أنت لما تنام وأمك وأبوك يدعون لك وش راح يكون لك من الخير والبركة، والعكس ترى قد يكون صحيح. لو نمت وهم غضبانين عليك وش راح يكون؟ إذا قلنا رضا الله من رضا الوالدين معناته غضب الله من غضب الوالدين، فاحذر. هل عقوق الوالدين من كبائر الذنوب؟ إذا حقوق الوالدين مو كبيرة وش الكبائر؟ الرسول لما ذكر عد الكبائر ذكر الشرك بالله وذكر قتل النفس، ذكر بعدها مباشرة عقوق الوالدين. العقوق ذنب وكبيرة ومن أكبر الكبائر، إذا مية بالثانية فيه الثالثة. وبعدين تدري أكثر واحد راح ممكن يتأثر من هالكلمة ويمكن يبكي عليها ويبكي منها اللي ماتت أمه وأبوه وهو لهم عاق، واللي الآن عنده أم وأب وهو لهم عاق وهم هم راضين عنه. رغم أنف. إيش معنى رغم أنف؟ يعني وضعنا أنفك في التراب ثم رغم أنف ثم رغم أنف. من يا رسول الله؟ قال: من